السلام عليكم غاليتي، مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. على بالي بدات تتلف لكم في الطياب. اليوم جيت نحي عليكم الحيرة بوصفة خفيفة ظريفة وبنينة وصحية وتوجد بالخف. نقولكم قبل ما نبداو ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله، خلوا لي جيم لا فيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. هنا ندوزو للوصفه ما نطولش عليكم. في المقله ديالي كنت درت مغرف كبيره تاع المارغرين مع شويه تاع الزيت، قطعت الحبة تاع البصل. هنا كنت درتها في المقلة ونخلي حتى هذيك الحبة تاع البصل تدبل. من جهة واحدة أخرى كانت عندي كمية تاع دجاج مرحي، هنا كنت درت على هذيك الحبة تاع البصل وخليتها حتى طابت. كيما شفتوا أنا كان عندي مكونجلي، يعني كنت جبته من الكونجيلاتور، خليته كيما قلت لكم حتى طاب لي هذاك الدجاج. وهنا باش يتسربع معاكم يعني هذاك الدجاج باش يتفتت كامل، نديروا له كمية صغيرة تاع الماء. هنا خياتي كنت درت لي زيبيس، درت الملح ودرت شوية راس الحانوت ودرت شوية تاع فلفل كحل، هذا ما كان واش ندير لي زيبيس. ومن جهة واحدة أخرى كنت قبل ما نبدا نوجد يعني في هاد البصل ديالي مع الدجاج كنت حكمت السلق. قطعت برك الأوراق تاوعو، غسلته بيان سور مليح. أنا ما نغليه ما نفورو، نديرو في الطنجرة ونخليه يذوب يعني حتى يدبل كامل. فوالا، هذه هي الطريقة تاعي هكا باش يبقى السلق محافظ على لي فيتامين تاوعو. كيما قلت لكم خياتي نحكم هذاك السلق، نديرو على هذاك الدجاج والبصل وزدت معاه 3 سنينات تاع الثوم، ما نديرلوش كامل لي زيبيس. من جهة واحدة أخرى يعني نحكم اليان ديالي ندير فيه 5 حبات تاع البيض، وانتوما ديروا الكمية اللي حبيتوها. مع الأول أنا كنت درت 4، من الأمانة كنت زدت ضفت وحدة مع الآخر. كيما قلت لكم هنا نديرو البيض ونديرو عليه كمية تاع الفرماج. هذا الفرماج طري، نتوما ديروا فرماج اي نوعيه اللي يكون عندكم. تحبوا تستعملوا هذاك تاع البيدون، تستعملوا فرماج مثلثات، يعني كيما تحبوا. وتقدروا حتى تزيدوا فرماج رابي مع هذا الخليط. انا كيما شفتوا كنت استعملت هذاك الفرماج تاع لافاش كيري. وهنا كنت درت واحد 4 كاس تاع لا كريم فريش. هنا اللي ما يكونش عندها تعوضها بعلبة تاع ياغورت طبيعي، ولا دير نص كاس تاع الحليب. ندير شوية ملح وشوية فلفل كحل ونخلط كامل هاد المكونات مليح كيما شفتوا. ومن بعد نجيب هذاك الخليط تاع السلق والدجاج ونفرغه كامل على هذا الخليط اللي كنا حضرناه تاع البيض كيما راكم تشوفوا خياتي. ومن بعد نجيب المول ديالي اللي يدخل للفور. انا كنت درت في المول الاسطوري، نتوما اي مول عندكم ديروا فيه. كيما شفتوا نفرغ كامل هذا الخليط في هذا المول الاسطوري وندخلو يطيب. ندخلو في الفور يكون سخون، نشعلو على 180 درجة، نشعلو من التحت. وهنا اللي يكون عندها فرماج رابي ترابيلو من الفوق. الصراحة أنا ما كاش متوفر عندي، هنا كنت نوري لكم يعني ما نحوش حتى نشوفوا الكغاطة تاعنا شاد روحو، نعرفوا باللي البيض تاعنا راهو طاب. كنت نوريلكم هنا باش تعرفوا يعني كي نحو المول السنيوة تاعنا يعني تاع الكغاطة نحوها من الفور، كي نشوفوها نسقطوها نشوفوها يعني حاكمة روحها نعرفوا الكغاطة تاعنا راهو واجد. هنا كان هو سخون، جيت باش نقسمه معاكم باش تشوفوه كيفاه جا. الصراحة يجي بزاف بنين، وكيما شفتوا يعني وصفة سهلة وبالخف توجدوها. وكيما قلت لكم اللي يكون عندها الفرماج رابي ترابيلو الفرماج من الفوق تنحي يزيد يعطيه بنة بزاف هايلة. وكان هذا هو الوصفة تاعي لنهار اليوم. صراحة أنا كنت جبتها لكم وصفة يعني اقتصادية كيما شفتوا خياتي. وهنايا يجي بزاف بنين، وعلى بالكم السلق صحي والسلقتان بزاف بنين. هكا نغيروا شوية في الأطباق، على بالي هاد الأيامات مع الاختبارات والضغط تبدا تلف لكم شوية، قلت نطلع لكم بهاد الوصفة الخفيفة الظريفة. وهذه يا خياتي الوصفة تاعي لنهار اليوم. إذا عجبتكم دعموني بالجيم والاشتراك، فعلوا الجرس، ما تنسوش بارطاج للوصفة مع أحباباتكم وصحاباتكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. صحة فطوركم والسلام.